السلام عليكم يا رجاله. النهارده ان شاء الله هنعمل زي ما منصه ما قالت لنا. المنصه قالت لنا ايه؟ قالت لنا الاسئله اللي هتيجي في امتحان عملي هي الاسئله اللي جت في الامتحان التجريبي، بس بطريقه مختلفه، نفس الافكار بس بطريقه مختلفه. فاحنا هنعمل ايه؟ بدل ما هنروح نحل الاسئله اللي موجوده في الامتحان التجريبي اللي هي هتيجي شبهها بس مش هتيجي هي بالظبط، طب وليه؟ ما نحل نفس الاسئله دي بس بالافكار اللي هتجينا. فعشان كده النهارده انتوا كده كده حليتوا الامتحان التجريبي اذا كان معايا او مع باقي المدرسين، بس انا النهارده هديكم بونص للاسئله. فان شاء الله هنبدا دلوقتي باسئله مشابهه للافكار اللي جات لنا في الامتحانين التجريبيين، وهنبدا ان شاء الله نطبق عليهم ونفهم كمان الافكار اللي وراهم. يلا بينا. بصوا مثلا احنا هنبدا من اول هنا خالص، الكومبايلر بتاعنا عادي، هنبدا نكتب اكواد سوا مع بعض بحيث ان احنا نفهم الاساسيات بدل بقى ما نشرح على ملزمه زي ما شرحنا المره اللي فاتت. هنيجي نشرح مثلا لو بدانا خالص بالكونسول لوج. احنا فاهمين ان الكونسول لوج هي اللي بتطبع وخلاص اتخطينا المرحله دي من الترم الاولاني. بس هنيجي نبدا العمليات الحسابيه الاولانيه. العمليات الحسابيه زي ايه؟ مثلا لما اقول له 5 زائد 5، نفتح النملك بتاعنا 5 زائد 5 مثلا، وهقول له تعالى رن. احنا محتاجين كونكشن، استنوا. المهم لما اشتغل دلوقتي معانا الكونكشن وجينا الرن اهو، جالنا انا 5 زائد 5 10، ما فيهاش مشكله. لكن اول تريكه معانا ايه؟ احنا نعتبر النهارده بنشرح الافكار والتريكات، لان هي دي الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها في الامتحان. مش هيجي يديلك افكار صريحه. 5 زائد 5 الجمع العادي احنا عارفين، لكن هتيجي مثلا نحط الخمسه الاولانيه دي بين علامات تنصيص، ايه اللي هيحصل؟ الخمسه بتاعتنا بقت 55. ليه؟ عشان عندنا الخمسه اللي موجوده هنا دي ما تعاملش معاها على ان هي رقم، لا اتعاملنا معاها ان هي عمليه اضافه. بنضيف النص ده للنص الثاني، خلاص احنا حولناهم دلوقتي لنصوص، مش بنتعامل ان ده رقم وهنجمع عليه وينفع عليه عمليات حسابيه وكده. لكن احنا عندنا مثلا في جافا في حاجه مختلفه. لو غيرنا الجمع دي وخليناها ضرب، هيفهم ان الخمسه الاولانيه دي رقم. شوف ازاي؟ يعني مش مثلا هيتعامل عادي بقى ان زي ما عملنا في الجمع ويروح يحط الخمسه دي 5 مرات جنب بعض، او مثلا ايا كان وات ايفر بقى. لو فكرت الضرب دي في النصوص هيعمل ايه؟ لا هو مش هيعمل كده. قلت لي ضرب اللي هي العلامه بتاعتنا بتاعت النجمه دي، هو هيفهم اوتوماتيك ان احنا النهارده ايه هنضرب. فهنتران هنا هتلاقي 5 في 5 25 عادي. هنيجي نعمل الاس مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي مثلا 5 اس 2 زي الاس بنحط الاستريك دي او النجمه مرتين جنب بعض، فهنيجي مثلا هنا نخليها دي 2 عشان تطلع لنا 25 برضه اهي. زي ما قلنا ان حتى برضو النصوص لو حطينا الرقم جوه علامتين بتوعت النصوص في الضرب، او حتى انك تعمل الاس بتاعه او باور، يعني بيتعامل عادي ان هو رقم. بعد ما خلصنا العمليه دي عندنا عمليه تانية، ايه هي؟ عندنا مثلا باقي القسمه. ايه باقي القسمه ده؟ قلت انا 10 باقي القسمه بتاعتها على الاثنين. يعني ايه؟ يعني انا هاجي مثلا عندي 10، لو انا قسمت ال10 دي على الاثنين، انت عارف ان الناتج بتاعها 5، بس احنا ما بنسالش على الناتج النهائي بتاعها، احنا بنسال على باقي الاسم. يعني ايه باقي الاسم؟ يعني الرقم الزياده على الرقم بتاعنا اللي يخليه صحيح. يعني ايه؟ هتقول لي الكلام ده معقد، اقول لك ماشي. احنا مثلا قلنا 10، بلاش 10 بقى، قلنا 11 على الاثنين. 11 على الاثنين دي بتساوي كام؟ بتساوي 5.2 مثلا يعني. حلو. اي رقم. اللي بعد البوينت ده زيادات، احنا عايزين الخمسه بس، احنا عايزين اللي يظهر لنا في الاخر الناتج النهائي رقم 5. فازاي اخلي ال 11 على الاثنين دي بتساوي 5؟ اخلي ال 11 10، فعشان اخليها كده هخلي ال 11 10 تبقى 10 على الاثنين. طب اللي اتغير ايه؟ ال 10 دي في الاول كانت 11، فايه اللي هنا اللي حصل؟ احنا نقصنا من 11 واحد، فيبقى باقي الاسم واحد. فهنيجي مثلا هنا تشيل كل ده، خلاص احنا فهمنا الفكره. هنا 10 على الاثنين كان باقي الاسم ايه؟ جات لنا 5 صريح، فمش باقي اسم. هتيجي ترن، الف مبروك صفر، لان مفيش اصلا باقي اسم. لكن لما عملنا ال 11 وطلع لنا ان باقي الاسم واحد اهو. بس وهكذا بقى، اقعد زود هتلاقي مثلا ال 12. خلي بالك ان الاثنين دايما، احنا النهارده برضو في هنا في ضيف هنقعد نتعرف عليه كتير ونقعد مع الدبانه اللي بتطير دي. الصيف صعب قوي مع الدبان، بس نتاقلم سوا يعني. المهم انت مثلا في الارقام الاسم على الاثنين، الارقام يا ايفن يا اود، يا اما زوجيه يا اما فرديه. ففي رقم يا اما هيبقى الاسم على الاثنين يا اما هيبقى باقي الاسم بتاع واحد. فاحنا نتعود ان لو الرقم فردي، لان مثلا المتعارف عليه اللي بيجي لك في الامتحانات رقم 2 مثلا، لو الرقم فردي هيبقى ايه؟ زي رقم 13 هيبقى باقي الاسم واحد. 11 بقى المره اللي فاتت، 13 المره دي. لكن لو مثلا 12 او اي رقم زوجي زي 18، باقي الاسم صفر، لان الرقم اصلا يقبل القسمه على 2، فالرقم اللي جاي لنا رقم صحيح. بمناسبه الارقام الصحيحه والارقام الكسريه، فمثلا احنا هنا عندنا الرمز ده كمان للاسم. لو احنا حابين نقسم، عندنا الاسم دي زي ما شرحنا الاول، عندنا في باقي اسم وعندنا اصلا اسم عاديه، لان احنا ما شرحناش. لما تيجي مثلا هنا تعمل الكسر، هيطلع معاك عادي 17 على 2 ب 8 ونص، وهيطلع رقم كسر عادي. عندنا في بايثون مثلا حاجه مختلفه،
اللي هي تيجي تعمل كده. لو عملنا دي هيطلع لك الرقم. يعني احنا هنا عندنا الرمز ده بيعمل كومنت. في بايثون مثلا في النظري احنا ما عندناش كده، بنحط استريك قبل السلاش دي، لان الدبل سلاش دي بتعمل الاسم اللي بيطلع لك انتجر بس. فاحنا فكك من القصه دي خالص، خلينا في الاسم الايه العاديه بتاعتنا. خلصنا الحاجات الاساسيه بتاعت الماث. نخش على الفاريبلز. احنا فاهمين الفاريبلز بتيجي تعرفها ازاي. بتكتب لت كذا، عايز تعرف الايدج مثلا، فبتقول والله الايدج بيساوي 19، وخلاص بقى تيجي تعمل عملياتك على الايدج براحتك. حابب تضيف عليه 9، تنقص منه 12، تضربه في 32,000، يعني فاهمني اللي انت عايزه اعمله هتعمله خلاص. يعني مش دي قصتنا. وعرفنا ازاي بنحط في الكونسول لوج بنكتب ايدج زي ما هي بتنده عليها. يعني مثلا عايز تقول كونسول لوج وتنده على الايدج، تقول له هات الايدج. لو احنا مثلا عملنا هنا وغيرنا وقلنا له ان الايدج هنغير في قيمته هيساوي الايدج القديم زائد 9، هيطلع لنا دلوقتي الايدج الجديد اللي هو 28 اهو. بس فاحنا الفاريبلز دي فهمناها. هنبدا بقى نتحرك من الفاريبلز ان عندنا حاجه مختلفه اكتر. يعني ايه؟ عندنا الفاريبلز دي انت صندوق بتضيف فيه قيمه واحده، زي ما شرحنا معاك كوبايه ميه بتحط ميه جواها. اللي انت مهتم بيه في القصه دي كلها ايه؟ هي الميه اللي جواها مش الكوبايه. الكوبايه دي مجرد بس اداه بتحفظ لك الميه عشان توصلها لحد، او عشان تشربها، عشان تعرف تتحكم فيها، لانك مش هتعرف تمسك الميه وهي سايبه كده. نفس الفكره عندنا الفاريبلز. فبعد الفاريبلز دي هل احنا عندنا بس قيمه واحده بنقدر نتحكم فيها، ولا اوقات بيبقى عايزين تسلسل من القيم، عايزين نتحرك جواه ونفهم اللي جوه ونستخرج قيمه ونضيف قيمه؟ كل ده هنلاقيه فين؟ في الاري. فاحنا مثلا عندنا زي ما عرفنا الايدج هنا، ممكن نعرف بلاي ليست او نعرف ايدجز. عايزين نعرف اعمار العيله كلها. هل ينفع اقول له ليت ايدجز ايكوال اقول له 19؟ ماشي، هي هتفهمها ان الايدجز ب 19. بس هل احنا عايزين عمر بني ادم واحد بس، ولا عايزين اعمار الناس كلها مثلا اللي احنا نعرفهم؟ فنقول له اه لا، احنا عندنا 19 و22 و 22 ومثلا 60 45 كده. يعني عايزين مثلا نحط اعمار اسره كامله، فاهمني؟ فاحنا عندنا حاجات بنتحكم فيها مش محتاجه قيمه واحده، زي بلاي ليست. عايزين مثلا نعمل بلاي ليست اغاني، بلاي ليست قران، بلاي ليست مثلا مسلسلات، ايا كان انت بتحب تعمل ايه يعني. شوف بقى اللي تحب تعمله ده هيجيب لك درجات ولا لا دلوقتي مش مهم، مش محتاجين نشوفه يعني. بس عايز احط لك بلاي ليست اغاني واكتب لك اغاني واخد انا بقى ذنب وانت بتاخد ذنوب عشان ناخد كام درجه في الامثله؟ حرام يعني. فاحنا هنكتب ايه؟ هنكتب اي كاركترز تانية بعيدة عن الاغاني والمسلسلات والافلام، حد يمشي ورانا حرام يعني. مش هنكتب القران برضو عشان في غير موضعه. فنكتب اسامي بقى الاسره بقى، بدل ما نكتب اعمارهم نكتب مثلا محمد واحمد وابراهيم مثلا. ابراهيم مش هنسميها بلاي ليست بقى. خلي بالك هي تتعرف عادي. احنا الاسم عشان يميك سنس عندنا، احنا بس بنسميه عشان نفهمه. لكن هل هو يبقى عنده مشكله في انك تسمي له بلاي ليست تحط له جواه ارقام حتى؟ لا يا عم صح، هو بس مجرد ده اسم يعني. بس احنا نسميها هنا نيمز عشان نعرف نتعامل عليها. هل بقى النيمز والايدجز دي بسيبهم كده ما بعرفش اكسس اي حاجه جواهم؟ ما بعرفش اخش على الايدجز او اخش على النيمز او انده على اي قيمه لوحدها فرداني؟ ينفع لازم اخد الاري كامل؟ لا طبعا. نعمل ايه؟ بنقول له والله هات لي الايدجز اول قيمه فيها، هتقول لي احط جواها واحد. تاني احنا عملناها ازاي؟ قلنا ايدجز وفتحنا القوسين بتوعنا اللي هم اصلا بتوع الاري اللي بنعرف فيهم الاري، فتحناهم وقلنا له هات لي فيهم، حط لي فيهم واحد، او هات لي اول القيمه اللي ترتيبها كذا. لما بنده على الايدجز واحط له جواها القوسين دول واقول له هات له القيمه رقم واحد او اثنين او ثلاثه او كذا، ده مش رقم، ده ايه؟ ده رقمها في ترتيبها جوه. مش بقول له عرف لي مثلا حاجه اسمها واحد او حاجه اسمها اثنين، لا، ده ترتيب العنصر اللي انا بدور عليه جوه. فهقول له هات واحد، انت تفتكر ان انا كده هجيب اول عنصر. هنا بقى اول خدعه، ان العنصر الاولاني ده ترقيمه صفر مش واحد، ده اللي ترقيمه واحد. فاحنا بنبدا ازاي؟ بنبدا 0 1 2 3 وهكذا. فهتيجي مثلا تران دلوقتي الايدجز اللي في الاخر دي اللي هي اول واحده، نقول له بقى كونسول لوج عشان نطبعها. هتلاقيه انت المفروض متوقع ايه؟ كنت متوقع 19، لا احنا المفروض اللي هتطلع 22 عشان هي دي تاني قيمه. رقم واحد بتبقى تاني قيمه. حلو، خلصنا دي. نخرج من دي مثلا، هنخش على لما ما نمسحش كونسول لوج
نخش على نيمز. انا عايزك تجيب لي ابراهيم، عايزك تنده على ابراهيم، فتقول لي اكتب نيمز وافتح القوسين دول، وابراهيم ده 1 2 3 يبقى ده تالت. لا غلط، ليه؟ ده المفروض تاني واحد، فهتيجي تكتب 2 هترن تقول لك فعلا ابراهيم هو اخر واحد. لكن لو جبنا مثلا رقم 3 زي ما قلنا هيطلع لك ايرور undefined. انا اصلا ما عنديش حاجه، ما عنديش قيمه رقم 3 جوه نيمز دي. رقم 3 دي اللي هي هنا ما فيش اصلا، احنا قفلنا على 2 بس، ترتيبها 2. فده بيخلينا نعمل حاجه تانية، بيخلينا نعمل ايه؟ خلينا نجيب طول المصفوفه. طولها ازاي؟ نكتب لينث بمنتهى السهوله. بس هتيجي هنا تتوقع مثلا تقول لي هيجيب لي بقى 2 لان ده ترتيب اخر عنصر كده. لا، اللينث هو اللينث، هو الارقام الطبيعيه اللي احنا هنتعامل بيها. هو مش عايز يقول لك ترتيب اخر عنصر، ترتيب اخر عنصر دي ليها فانكشنز ثانيه مش عندنا. لكن انت في الاول والاخر انت عايز ايه؟ عايز الاري. لكن بالمنطق سوري، عايز اللينث، عايز الطول. بالمنطق لو هو جاب لك 3 فانت عرفت ان الثلاثه دي ايه؟ الثلاثه اللي جايه لنا دي هل هي موجوده اصلا كترتيب ارقام موجوده في الاري بتاعنا؟ لا. يعني هل عندنا اي عنصر ترتيب رقم 3؟ فكر كده، لا، لان احنا لسه بندور على رقم 3 ما كانتش موجوده. فدايما دايما دايما العنصر الاخير في الاري بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن اللينث اللي ظاهر لنا ده ناقص 1. ده هينفعنا في ايه؟ هينفعنا بعد كده في الفور لوبس لما نيجي نعدي على النيمز دي او الايدجز دي ونيجي ندور عليها جوه، عايزين نعرف الطول بتاعها كام او عايزين نعرف اخر عنصر كام، بنستعمل لينث حتى لو هيجيب لي رقم زياده على رقم اخر عنصر. لو انا عايز الف على كل اللي موجودين واقف لما اخلص لف، فاقول له لحد امتى؟ هتقول لي ممكن يا مستر اعدهم بعناية كده، عندهم بعينك دول لو 3 4. تقول له نقف عند رابع لف، ان هم لو هم 4 مثلا. بس لو هم كتير قوي مش هتقدر تعدهم، تقول له هنقف عند اللينث ناقص 1. لو قلت له هنقف عند اللينث هنقف عند طولها الرقم اللي بيظهر لنا ده اصلا زياده على الترتيب لان احنا بادئين من الزيرو. فما ينفعش تقول لي ابدا وقف عند اللينث، هتنقص لي 1 من اللينث عشان نوصل عند اخر عنصر عندنا. حلو. فاحنا مثلا نبدا بقى نجيب اسئله من احنا كاتبينها في النوت باد بتاعتنا، في النوت باد الجميله. استنى، ادي النوت باد حاطين شويه اسئله شبه اللي كانت موجوده من سي اس اس ده في الاخر. تمشي بقى. احنا هنا شرحنا الجزء الاولاني بتاع الكونسول لوج والمسائل والحاجات دي كلها شرحناها. نيجي مثلا هنا عندنا بتاعت الاف ستيتمنت، نخش على الاف ستيتمنت الاول ونشرحها سوا ولا نكمل في الاري؟ نخش على الاف ستيتمنت عشان لما نخش على الفور لوب بتاع الاري نخش بقى فور لوب وجواها اف ستيتمنت، ودي اكتر حاجه جت اصلا في الاسئله. يعني احنا في النموذج التجريبي اصعب اسئله كانت موجوده كانت عباره عن ايه؟ هو على فكره مركز قوي على السي اس اس ولا اتش تي ام ال لان هم في الاول والاخر في الاول والاخر هم مستويين عندنا. فيعني هو مركز عليهم ان هم مش كتير، احنا باقيين دول 30 مستوى منهم 28 مستوى على الاف والفور لوب والفانكشنز. على فكره هو التركيز كله في القصه دي. فهي الاسئله ال 50 سؤال مثلا كان عليهم ايه 4 5 اسئله على السي اس اس والاتش تي ام ال. هنشرح الفكرتين اللي موجودين وخلاص هنطير يعني. فاحنا عايزين نركز في القصه دي، فنشرح الاف ستيتمنت الاول وبعد كده ندمج بقى الفور لوب مع الاف ستيتمنت مع الاري ونقعد بقى نسال فيهم كتير لان هي دي كانت اكتر حاجه موجوده في الاسئله. نيجي نمسح القصه دي وهنعرف الايدج مثلا ب 15. انا عايز اسال عن حاجه مثلا، نسال طبعا الموبايل ده مش عايزين نحطه هنا عشان الدبانه عاجبها الموبايل ده، موضوع غريب يعني. نحطه في جبنه او نرميه. المهم قلنا الايدج، انا ماسك نفسي بالعافيه عشان ما اقولش جبنه وجبنه فيتا تاني ونقول بقى نفس الافات اللي احنا كنا بنمسحها دي، بس خلاص يعني. المهم عرفنا مثلا الايدج ب 15 وانا عايز اسال عن عمر الشخص ده، فانا بقول له والله لو، فلما اقول له لو دي المفروض بكتب ايه؟ بقول له اف زي ما كتبنا دلوقتي بنقول له اف الايدج. فوالله قال لي الايدج مثلا عايزين نتاكد ان الشخص ده مسموح له بدخول المكان الفلاني ده. فرضنا المكان ده بيسمح بتواجد ناس كبيره بس، فاحنا عايزين نتاكد ان عمره اكبر من 18. فاقول له لو الايدج اكبر من 18 اطبع لي، او يعني اطبع لي هنا بقى في سياق ايه؟ في سياق قول له ويلكم. خلاص اتفضل يا كابتن. حلو. هنيجي هنا نشرح تاني ايه الاف. الاف هي حاله انا عايز اقيسها على متغير موجود عندي. يعني ايه؟ انا بقول لك عشان الافكار اللي هتجيلك في الامتحان ده مش وقت فهم اساسيات من الاول خالص، احنا عايزين نخش في الافكار اللي هو بيحاول يلعب عليها. هو بيجيب لك متغير بيديله قيمه
وبيقيس من خلاله شرط، بيشوف المتغير ده بيحقق القيمه اللي هو بيسال عنها او الشرط اللي هو بيسال عنه ولا لا. يعني احنا دلوقتي الشرط بتاعنا هو ان عمره يكون اكبر من 18، فهنيجي نعمل متغير هنسميه الايدج وهنديله رقم، وهنقيس بقى الرقم ده هل هو بيحقق الشرط ولا لا، ولو بيحققه هنعمل كذا، لو ما بيحققوش هنعمل الحاجه الثانيه. وممكن في النص نروح ندمج شروط زياده، اللي هو بحيث ان هو ايه، لو نحط متغيرين لو بيحقق الاولاني يعمل كذا، لو بيحقق الاولاني وبيحقق التاني اعمل كذا وكذا. حاجه كمان، ده احنا ممكن نقول ان في كذا حاله، لو بيحقق اعمل لي كذا، لو بيحقق حاجه تانية اعمل لي كذا، مالهاش علاقه بالاولانيه، مش نستد، مش مرتبطين ببعض، دي حاجه ودي حاجه. والحاله الثالثه بقى اللي هي الحاله العامه، لا بينفع يعني لا لو نفع مع دي ولا مع دي، اتبقى حاجه ثالثه خالص اللي انا هقول لك عليها في الحالات الباقيه. يعني ايه؟ يعني اف كذا else اف كذا else بقى خالص اعمل لي الحاجه الثالثه دي. يعني ايه؟ يعني هنيجي نشوف دلوقتي. انا بقول له لو الايدج بتاعه اكبر من 18 قول له ويلكم. لو هو بقى else if، فانا عايز اقول له شرط تاني، لان انا مش هخلي الناس كاتيجوريين اكبر من 18 واصغر بس، لا عايز اقول له لو هو ما بين ال 15 وال 18. اعملها له ازاي؟ فكر معايا كده. عايز اقول ان هو ما بين ال 15 وال 18، ما بين ال 15 وال 18 يعني هو اكبر من 15 واصغر من 18، الاثنين بيتحققوا في نفس الوقت. طالما الاثنين بيتحققوا بنعمل ايه؟ بنعمل اند، ان احنا عندنا تو اوبريتورز، عندنا دي عباره عن اند، يعني لازم الشرط اللي بعدها والشرط اللي قبلها يتحققوا عشان نعمل. وعندنا اللي بعدها، استنى كده، اللي هي دي الاور. فاحنا عندنا دلوقتي احنا لازم نعمل اند، فهتيجي مثلا دلوقتي هتيجي عند الالس اف دي، احنا عايزينها لو الايدج اكبر من ال 15 واصغر من ال 18، او ما بين 15 وال 18 عايزين نقول اكبر من ال 14، لان احنا عايزين 15 معانا، او ممكن نخليها اكبر من او يساوي. شوف احنا عندنا كذا طريقه نتعامل بيها في الاوبريتورز او في المعاملات دي. نقول له لو الايدج اكبر من 14 وفي نفس الوقت اصغر من 18، لان ما ينفعش اقول له اكبر من 14 واسكت، لان لو اكبر من 14 طب ما هو ممكن يبقى لو 20 ال 20 اكبر من 14 برضه، طب هيجي يعمل ايه؟ هكتب له ويلكم ولا اكتب له المسج اللي هكتبها له دلوقتي تاني؟ فلازم احدد بدايه ونهايه. فاقول لو هو اكبر من ال 14 وفي نفس الوقت اصغر من ال 18 هعمل ايه بقى؟ كده حطيت شرط تاني، هقول له console دوت لوج، ممكن نقول له ايه، come back later، لما تكبر يا حبيبي تعالى. هو قرب وبتاع، وممكن مثلا ايه او تعالى، لا نقول يجي بدري، يجي بدري، انا دلوقتي متاخر، come back earlier، تعالى لي بدري عشان دلوقتي وقت متاخر للناس الكبيره. إلس بقى لو هو لا ده ولا ده، لا هو بين ال 14 وال 18 ولا هو فوق ال 18، يعني ده معناه ان هو ايه، هو اصغر من ال 18، اصغر من ال 15 ولا ايه؟ هل لازم اكتب له كده ولا اقول له إلس؟ لان هي دي الحاله الوحيده اللي ما بتتحققش عندنا. يعني احنا خلاص غطينا كل الاعمار من 15 لحد فوق، فاللي ناقص لنا ايه؟ اللي تحت ال 15. هل لازم اقول له إلس اف تحت 15 ولا هو اوتوماتيك لما اقول له إلس اللي هي باقي الشروط اللي ما قلناهاش يبقى هي كده نفس هي اوتوماتيك خلاص؟ فاقول له إلس بقى لو في اي حاله ثانيه احنا ما ذكرناهاش console log جو هوم يا حبيبي، روح بيتكم. بس هنيجي نطبع هنا نخمن هنا الناتج هيبقى ايه؟ احنا قلنا 15 سنه 15، فهو بيطبق الكونديشن دي فعلا اللي هي ما بين ال 14 وال 18. هنرن هيطلع لنا كام باك ايرلير، اتعلمنا بدري اكتر. حلو، احنا كده فهمنا الاف والاف ايلس. خلي بالك دلوقتي احنا عملنا حاجه، احنا هنا قلنا اند لما لازم ده يتحقق وده يتحقق. عندنا حل تاني ممكن نعمله. ايه الحل التاني اللي ممكن نعمله؟ عندنا حاجه اسمها نستد اف. يعني ايه نستد اف؟ يعني انا دلوقتي اخرج بقى من كل دي خالص، او تعالى نعمل مثال تاني بقى عشان ايه نغير الامثله. انا عندي دايما وجهه نظر في حاجه، ان لو الشخص اللي قدامك ما فهمش المثال اللي انت شرحته له ده، يعني دي مش هقول لك نصيحه للمدرسين يعني، بس انا اقول لك ده اللي كنت بحسه وانا طالب، وبحسه مع الشباب معايا، بحسه مع صحابي، بحسه مع الناس كلها يعني. لو الطالب ما فهمش فهمش المثال اللي انت بتشرحه له، ما تحاولش تشرحه له اكتر من مره. يعني اعمل ايه؟ اسيبه وامشي وما اشرحش؟ لا، اشرح له مثال تاني بيغطي نفس الفكره، لان هو الفكره الاولانيه اصلا مش راضيه تخش دماغه. هو يعني هو خلاص اول اوردر خده من الفكره ان دماغه كنسلت ووقفت قدام الفكره دي، فما تعاندش دماغه وما تعاندش تفكيره وتقعد تشرح له انا مدرس شاطر، انا عارف انك مدرس شاطر، بس هو الطالب الفكره دي قفلت من قدامه. اديك مثال تاني برضو، انا ما بقولش ده للمدرس، انت كطالب بتذاكر لوحدك مثلا من امثله، وفي 3 4 امثله على نفس النقطه، المثال الاولاني ما فهمتوش،
مش هقول لك سكيب وخلاص وطنشه خالص، لا، خش على المثال التاني لو بيتكلم نفس النقطه وتفهم اللوجيك اللي موجود في تاني مثال، وخلاص انت فهمت بقى الفكره اللي بيتكلم عنها الدرس ده، اطلع للسؤال الاولاني تاني هتلاقي نفسك فهمته اسرع. فاحنا هنا بس بننوع على الاسئله عشان انت مش قدامي، فانا ما اقدرش اعرف انت فهمت ولا لا. فاحنا بنخش نجرب امثله مختلفه، نجرب عليها الفكره، بحيث ان انت لو ما فهمتهاش تفهم في المثال ده. فهنقول له مثلا تعالى لي قول لي ان الماث درجه الماث بتاعته ب 50، وجاب في البروجرامينج في قسمة زيادة جاب فيها 90. عايزين نعمل اف لو هو جاب في الماث 50، اقول له فوق ال 50 او اكتر، اقول له جود، واقيس بقى هل هو جاب 90 او اكتر في البروجرامينج، واقول له فيري جود، لان احنا عايزين نقيس البروجرامينج هو الاهم مثلا، والماث بالنسبه لنا عايزين نتاكد هو نجح فيه. فهتقول لي يا مستر انسب حل ان انا اعمل اند، لو اقول له لو هو فوق ال 50 او اكبر من او يساوي 50 في الماث واكبر من او يساوي 90 في البروجرامينج، اطبع له المسجين دول ورا بعض. اقول لك عندك حق، بس احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين لو هو في الماث بس نجح اعمل حاجه كمان. يعني ايه؟ استنى نيجي بتاع ده كده نحركه شويه عشان انا عارف ان انتم مش شايفيني. يعني ايه؟ يعني هقول لك مثلا انا دلوقتي جبت في الماث 50 وما جبتش في البروجرامينج 90، كده انت مش هتطبع لي حاجه خالص في المسجين، مش هتديني ولا مسج. انا لا، انا عايز يبقى في شرط يحصل لما يطبق الشرط الاولاني، يحصل له يتبع له مسج، ونشوف الشرط الثاني لو اتحقق طبع له المسج الثاني. فبنعملها ازاي؟ بنعمل اثنين اف تحت بعض ومش على نفس السطر، ناخد مساحه جوه شويه علشان دي مرتبطه بالايه، بالاف اللي فوق. يعني بص، احنا لما بنيجي نكتب اف كده وبنيجي نكتب اي كلام هنا مثلا، السطر اللي بعده اللي احنا بنكتبه جوه الاف بياخد مساحه سنه، لان هو ده اللي تحت الجمله الاف، بياخد جزئيه كده شويه. خلصنا دي، فبنرجع بقى تاني للالس اللي بعدها، بنروح نرجع شمال لان دي حاله جديده. هنا بقى مش هنرجع شمال، احنا هنخش جوه، لان الاف الجديده تبع الاف الاولانيه مش هتتحقق غير لو الاف اتحققت. فهي دي الفكره، احنا لما بناخد مسافه بنقول له ما تحققش دي غير ايه، لما اللي فوق تتحقق. فهنيجي نقفل دي مثلا وهنقول له بقى الاولانيه، لا ارجع امسح دي، اقول له اف ماث لو هو نجح، يعني ماث اكبر من او يساوي 50، ممكن ايه اهو، اقول له كونسول لوج. اول حاجه انا هطبع له اول مسج الاولانيه، اقول له جود. بس انا عايز اشيك على حاجه ثانيه، فهقول له جوه نفس البلوك بتاعنا ده، هقول له بقى ايه اف، هحط له اف ثانيه لو البروجرامينج عايزين نقول له ايه بقى، اكبر من او يساوي 90. اكبر من او يساوي 90 يعني متفوق بقى، هنقول له بقى حاجه اجمد بقى كمان. فهنفتح البلوكين بتاعتنا بتاعت الاف تاني، هنحط اف جوه الاف، فالسطر اللي هيتحقق جوه الاف الثانيه بياخد مساحه شويه يمين مش على نفس السطر. احنا خلاص فهمنا القصه دي. فلما عملنا كده هنروح نقول له ايه بقى جوه البروجرامنج دي، هقول له والله ايه مثلا، اللهم صل على النبي، فيري جود يعني مش مشكله، او you are a good programmer console.log you، يا عم اكتبها لكم عادي ما اكتبهاش سلانج، you are a good programmer. بس هنيجي نطبع هنا هتلاقي شرطين اتحققوا عادي والمسجين اتطبعوا جود ويو ار جود بروجرامر. لو نزلنا دي عن 90 وعملناها 80 الشرط الاولاني اتحقق. لو كنا عاملينها اند ورا بعض كان ايه اللي هيحصل؟ مش هيطبع له حاجه خالص، لكن دلوقتي هيقول له جود انت كويس جميل. فاحنا هنا خلصنا القصه بتاعت الاف والنستد اف. هنخش بعد كده على ايه بقى؟ هنخش بعد كده على الفور لوب. بس هل نخش على الفور لوب على طول ولا المفروض نبقى شرحنا الاولاني الاري؟ لان اكبر امثله كانت موجوده عندنا هي الامثله اللي فيها فور لوب بتلف على اري، وجوه الاري ده بيشوف بقى اف كونديشنز كمان. نشرح الفور لوب الاول خالص ونفهم ايه اصلا الفور لوب. الفور لوب دي عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه اسمها حلقه تكراريه بالعربي. يعني ايه حلقه تكراريه؟ يعني انا دلوقتي عايز اجري التراك ده 5 مرات، فقبل ما اخش بعمل ايه؟ بقول انا هجري التراك ده 5 مرات. التراك انتوا عارفين التراك يعني ميدان او ايا كان مثلا، انتوا عارفين التراك اكيد. هجري التراك ده 5 مرات، فبقولها ازاي بقى؟ بقول انا دلوقتي هبدا من الصفر وهقعد الف التراك ده 5 مرات، يبقى لحد ما اوصل لرقم 5، لحد ما اوصل للفه الخامسه. وكل مره انا بزود واحد، يعني انا بعد ازاي؟ بعد 1 2 3، فكل ما بوصل هنا بزود واحد. دي بتتكتب ازاي؟ نفس الطريقه بالظبط، بكتب فور وبفتح قوسين واقول له ليت اي بزيرو. احنا بادئين من الزيرو، احنا لسه ما عملناش، ما لفيناش ولا عملنا اي حاجه. وبعدها ايه؟ بحط اللي بعدها الكومه دي، فاهمني؟ مش فاست عادي، لا بحط الكومه دي. وبعدها اقول له ايه؟
اقول له احنا هنقعد لف لحد الخمسه. تقول لي طب ما دي اصغر من خمسه، اقول لك يا فلاح احنا بادئين من الصفر، احنا معانا 1 2 3 4 بادئين من الصفر، الصفر هتعدها معانا، فمعانا 1 2 3 4 دول زياده عن الصفر اصلا الرقم اللي احنا بادئين منه، فصفر معانا، 1 معانا، 2 معانا، 3 معانا، 4 معانا. عايز تبدا من واحد، لو تحسب اول واحده واحد فبنبدا هنا مثلا من واحد ونقول له اصغر من او يساوي الخمسه او اصغر من الستة عادي، بحيث ان هو ياخد معانا ايه 5 اعداد. انت ده حساب بارقام بايدك يعني. فهنبدا من الصفر لان ده المتعارف عليه في المنهج بتاعكم، نبدا من الصفر، نرجع كده بس كده. وبعدها احنا بنمشي ازاي؟ بنمشي بناخد لفه فبنزود لفه كل مره، فهنقول له خلي لنا الاي بلس بلس، يعني زود لنا على الاي واحد كل لفه. نشرح بالترتيب كده عشان تبقى فاهم لما يجي يسالك. اول جزء في الفور لوب هو اللي انت بتعرف فيه المتغير بتاعك او العداد بتاعك. تاني جزء هو الكونديشن اللي انت بتعرف فيه الشرط اللي هنقف لما نحققه. تالت حاجه هو التكرار او العداد او العداد بقى، يعني هو الطريقه اللي هتمشي بيها. العداد ده اللي احنا بنعرفه في الاول، وفي الاخر بنقول له الطريقه او الخطوات اللي هو هيمشي بيها في السباق. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ايه، اقول لك لا يا عم انا كل لفه هزود 2 ليه، مثلا لفه طويله مثلا يعني. فهنا لا، احنا هنا بنزود واحده بس عادي. ممكن اقول له ايه بعد كده ايكوال بلس 2. عايز اعرفك حاجه ثانيه برضو مالهاش علاقه بالجزء ده. في حاجه اسمها اي بلس بلس، وفي حاجه اسمها اي ايكوال اي بلس 1. يعني ايه؟ يعني الطبيعي دي، فبقول له ان الاي هنا برقم كانت مثلا ب2، فبقول له ان الاي الجديده، يعني بعرف له اي جديده اهي، يعني هي مش بقول له اي من الاول، لا بقول له الاي دي هنغير دلوقتي في قيمتها، هنخليها ايه؟ هنخليها بتساوي الاي اصلا اللي احنا ما غيرناش فيها حاجه قبل كده، فاحنا بنسميها ايه؟ الاي الجديده بتساوي الاي القديمه زائد 1. حلو؟ دي ليها طريقه ثانيه بنكتبها بيها، بنقول له الاي بلس بلس. فالاثنين هتلاقيهم بيحققوا نفس المعنى، هما الاثنين بيضيفوا على الاي اللي كانت موجوده 1. هل ده عند زياده 1 بس ولا لا؟ ممكن اي رقم، ممكن اي رقم. لو قلت له اي جديده بتساوي اي القديمه زائد 5، هل ينفع اقولها له بالطريقه اللي فاتت دي؟ اقول له اي، تقول لي بقى بلس 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 10 مرات بقى، لان المره اللي فاتت عملنا بلسين وايه عشان نزود واحد بس، دلوقتي هنحط لا، هنقول له بلس ايكوال 5، هتزود لي عليها 5 وهتخليها تساوي القيمه دي. يعني ايه؟ يعني مش بقول له الاي هزود عليها 5 واللي يساوي دي اللي هو ايه، بقول له انا بعرفها من جديد. مش مهم تفهم اول لوجيك اللي وراها، المهم تفهم ان هي ايه، ايكوال بلس. بدل ما اقول له اي بتساوي اي زائد 5 تاني واقول له سطر كامل، لا بقول له ايه، اي ايكوال بلس 5 على طول، ما اكررش اي مرتين. فاحنا مثلا ممكن نفكس لكل ده دلوقتي ونقول له يا سيدي ان الاي بتساوي 2، وهنيجي نعمل السطر الاولاني ده، هنيجي الرن هتبقى دلوقتي استنى عايزين نكونسول لوج القصه دي، نحطها جوه الكونسول. بسم الله، كونسول دوت لوج، ونفتح ونقفل، هتلاقيه طبع لك ال7. هتيجي بقى تعمل السطر اللي فات اللي احنا قلناه، اللي هو اي ايكوال بلس 5 او اي بلس ايكوال 5، نفس الناتج اللي طلع لنا 7 عادي. سيبك بقى من كل دي خالص ونرجع مكان ما احنا ما كنا واقفين. دي حلو. فاحنا هنا عرفنا خلاص الفور لوب، وفهمنا دي بنضيفها ازاي ودي بنجمع ازاي، فهمنا اساسيات الفور لوب كلها. عايزين نعمل مثال بقى، احنا جواها بنعمل ايه؟ احنا جواها بنفتح البلوك بتاعنا عادي وبنخش جوه الفور لوب زي ما بنخش جوه اي اف ستيتمنت. فجوه الفور لوب بنعمل ايه؟ بنقول له بقى احنا عايزين نطبع حاجه كذا مره، يعني احنا مره فاتت كنا بنقول له يجري، او تعالى يا عم نقول له يرن زي المثال بتاعنا، اقول له كونسول لوج كونسول دوت لوج رن. جميل. فاحنا دلوقتي ايه اللي متوقعه؟ هتلاقي رن طبعا 5 مرات، لان هو رن جري 5 مرات. رن اهي. الله، سوري ما حطيناش علامات التنصيص. بس 1 2 3 4 5. طب هتقول لي انا عايز اعد هو لف كام لفه؟ اقول لك ماشي، حط له كاونتر عادي. طب هتقول لي الكاونتر ده ايه؟ احنا مش معرفينه. اقول لك عندك حق، بنعرفه فين بقى؟ بنعرفه في الاول خالص قبل اصلا ما نبدا الفور لوب بتاعتنا، لان هو ده عداد هستدعيه في الاخر وهستدعيه في الاول، يعني انا عايز استدعيه بعد الفور لوب ما تخلص، فمحتاج اعرفه بره الفور لوب. ليه؟ اللي بيتعرف هنا، اللي بيتعرف جوه البلوك ده ما ينفعش اديها غير جوه البلوك. هديك مثال بس بعد ما نخلص دي عشان ما نبقاش بننط من نقطه لنقطه. انا اقول له مثلا الكاونتر تساوي 0 لان احنا بنجمع،
هنجمع عليه، هنضيف عليه، فلازم نبداه من الصفر علشان الرقم القديم الاساسي اللي عليه ما يتاثرش بالارقام اللي احنا هنضيفها. فاحنا هنبدا مثلا من الصفر. فبعد ما حطينا الصفر احنا عايزين بقى نضيف هنا. احنا هنعمل ايه؟ هتفكر بقى معايا، احنا عايزين نكاونتر. فاحنا نكاونتر هنقول له هيساوي الكاونتر القديم زائد 1. وكنا ممكن نعمل كاونتر بلس بلس، كنا ممكن نعمل كذا حاجه تانية لو احنا حابين مثلا نضيف 2 كل عده. بس احنا عايزين نضيف عده واحده. فهتيجي تفكر كده هو بيمشي ازاي. ده اول واحده بزيرو، فهنضيف عليها واحده اول عده فهتبقى بواحد. تاني عده هنضيف عليها واحد هتبقى باتنين. هنقعد نضيف كده لحد ما نخلص العدات. فكل مره هو بيضيف واحد، واحنا دافعين 5 عدات فالكاونتر هيساوي 5. يعني نقول له تعالى نتشيك، نقول له console.log اطبع لنا الكاونتر رن. هتلاقي الرن ظهرت لنا في الاخر اهو، الكاونتر ظهر لنا في الاخر 5. طب هتقول لي حاجه تانية، انا عايز اضيف عليه الاي مثلا. ليه نضيف عليه الاي؟ مش مهم المثال قوي، بس تعال نجرب. مثلا لو هنضيف عليه الاي، تعال نتريس. يعني ايه نتريس؟ يعني نتتبع الكود ونشوفه بيعمل ايه خطوه خطوه. فلو عملنا كده هنفهم الفور لوب كلها خلاص. فتعالى مثلا بص، احنا بدأنا الاي بزيرو ماشي، فهنخش هنا الاي بزيرو هل هي بتحقق شرط اي اصغر من 5. هنخش هنطبع رن، وهنخلي الكاونتر اللي هو بزيرو هنضيف عليه اي اللي هي اصلا بزيرو، فاحنا ما عملناش حاجه. جميل. المره اللي بعدها هنخلي الاي بقت بواحد، ما احنا بلس بلس. الاي بقت بواحد، الكاونتر لسه بزيرو. احنا طبعا الران خلاص والكاونتر بزيرو، بس هنضيف عليه الاي فبقينا الكاونتر بواحد. المره الجايه الكاونتر الاي بقت باتنين، بتحقق الشرط هتيجي هنا نطبع الرن وهنزود على واحد اتنين بقت تلاته. المره اللي بعدها الاي هتبقى بتلاته، هنزودها على اتنين هتبقى خمسه. خمسه هنضيف عليها اربعه. تيجي نشوف التتبع ده، هقول لك هتقول لي نشوف. نكتب بقى كونسول لوج بره الفور لوب؟ لا، احنا عايزين نشوفها واحد يعني نكتب نشوف كل شويه الكاونتر بكام. فهنحطها جوه الفور لوب برضه عشان يطبع لي كل رقم جديد بيتحط على الكاونتر. فهقول له كونسول لوج الكاونتر بتاعنا كل مره شوفوا لي هو بكام. فهنيجي رن. بص يا سيدي، اول حاجه رن وزيرو، بعد كده رن بقى واحد لان الاي بقت بواحد. الاي هتضاف بقت اتنين، هتضاف على واحد بقت تلاته، هتضاف عليها بقت ستة، ان بقت بتلاته وستة هيضاف عليها اربعه بقت 10 زي ما شرحنا. فاحنا كده فهمنا الكاونتر وفهمنا ازاي بتعد الاي وكده. ايه بقى قصه البلوكات دي؟ هقول لو انا قلت اف الاي بتساوي 5، انا عايز اقول له مثلا ان بره الاي بتساوي 5 فعلا. let i equal 5. حلو. وقلت له اف الاي بتساوي 5، وهنا احط لي بقى اللي انت عايز تحطه. مثلا هقول له let x بتساوي 6، وفي القصه دي كلها. جميل. هتقول لي جميل، فانا كده عرفت الاكس ب6 وفعلا الاي بتساوي 5، فانا المفروض هعمل اللي جوه ده شطور ومش عارف ايه. اقول له بقى في الاخر اطبع لي الاكس دي. هيقول لك طبعا يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده انا ما عنديش حاجه اسمها اكس. ليه ما عنديش حاجه اسمها اكس؟ عشان انا اصلا مش معرفها بره الاف بتاعنا جوه البلوك كده. طالما هنا في بلوك معرف جواه فاريبل مش معرفه بره، فلما اجي اطلع بره البلوك يقول لي ده غريب انا ما اعرفوش. لكن لو انا معرفه اصلا قبل الاف وقلت له والله خلي لي الاكس بكام مثلا باتنين، ولو هي الاي بخمسه خلي الاكس بسته، هيقول لي ده انا عارف ان في اكس عندنا فعلا وهتطلع باتنين عادي. تبقى تقول لي تاني ليه ما حطيناهاش، ليه ما طلعناش سته دي؟ عشان انا بعرفه بقول له ليت اكس، يعني كاني بعرف له متغير جديد فبرضه مش هينفع. لكن ممكن اقول له بقى ايه، خلي لي الاكس بسته، ما تعرفهاليش انا اصلا عندي الاكس فخليها لي بسته. فهنا هيطبع لي سته عادي. فهمت الفكره؟ بس فدي فكره البلوكات، وانك تفهم برضه ان امتى يطلع ايرور وامتى ما يطلعش. احنا كده خلصنا الاف ستيتمنت، وخلصنا تعريفات الفاريبلز، خلصنا تعريفات الاريز، وعرفنا الفور لوب الاساسيات بتاعتها. نخش بقى ندمج كل ده مع بعضه، بس قبلها هنشرح الفانكشنز عشان هو مش مركز عليها قوي. هنشرحها الطاير كده هي بتعمل ايه، عشان اللي جاي هي الاسئله اللي هو مركز عليها جدا 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 في الامتحان التجريبي. نمسح كل ده، هنعرف فانكشن. نعرف فانكشن زي ما بنقول له فانكشن، وهنديها الاسم بتاعنا عادي جريتنج مثلا. دي اشهر مثال كتب جي بقى جريتنج اهو مثلا، وهقول له جواها هكونسول لوج هلو. بعد ما خلصنا القصه دي احنا كده عملنا ايه؟ كده بنقول له ان في فانكشن اسمها جريتنج بتطبع هلو. طب انا عايز استدعيها،
هقول له بعد ما اخلص الفانكشن اقول له كونسول لوج جريتنج. هتقول لي طب انا عايز، خلي بالك احنا غلطانين في حاجه هقولها لك بعدين. هتقول لي طب انا عايزه يطبع هلو انا بس نهدله على جريتنج. ما هي بالظبط، ما هي الفانكشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن كود احنا كاتبينه قبل كده، انت او اي حد بقى موجود قبلك في الكود اللي انتوا شغالين عليه كتب كود جوه فانكشن بيوفر عليك تكرر الكود اللي جوه الفانكشن ده، انت بس هتستدعيها. وكمان لو مش انت اللي كاتب الكود فانت مش محتاج تفهم الكود. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل كونسول لوج. مش كونسول لوج دي داله؟ داله ازاي ومش انا اللي كاتبها؟ عشان احنا عندنا نوعين من الدوال، داله اسمها البيلت ان فانكشن، والداله اللي احنا اليوزر ديفايند فانكشن. يعني ايه؟ يعني ان انا في يوزر بكتب فانكشن دي اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هي جريتنج. لكن اللغه ذات نفسها بيبقى جواها دوال انت مش مهتم هي اتعملت ازاي. ما هو كونسول لوج دي بتطبع، هل انت مهتم الطباعه دي بتتم ازاي جوه اللغه ذات نفسها؟ لا انت مش مهتم، عشان انت حد غيرك اللي عملها. هنا اللغه ذات نفسها هي اللي عملتها. ممكن في حالات تانية مبرمج تاني هو اللي عملها على نفس الكود بتاعك، ما في الاكواد البروجكت الكبيره بيبقى اكتر من واحد اللي شغال عليها. فهي بتفيدك الاول بان انت مش مهتم باللوجيك اللي جوه، حتى لو انت مش فاهمه تقدر تستخدمها. والحاجه الثانيه لو انت اللي كاتبها مثلا، او حتى لو انت مش اللي كاتبها، دي هتفيدك اكتر واكتر. ان ايه اللي بيحصل؟ ان انت مش هتكرر الكود كل مره. انت مش كل مره هتيجي تطبع طبعا دي سهله يعني، بس لو هو بيعمل حاجات معقده انت كل اللي مطلوب منك انك تنده بس على اسم الداله وهو هيطبع اوتوماتيك اللي موجود جوه، او هيعمل العمليه اللي موجوده جوه، فاهم؟ بس في حاجه احنا نسينا، ان بعد اسم الداله بنفتح القوسين دول. ايه القوسين دول؟ هم القوسين المسؤولين عن المدخلات. في دوال بتبقى محتاجه مدخل بتعمل عليه عمليات حسابيه، فاحنا هنا مثلا ما عندناش مدخلات نعمل عليها عمليات حسابيه فبنسيبها فاضيين. فاحنا هنا بنقول له اطبع لي هلو، لما عندها نقول له جريتنج وافتح القوسين دول لازم عشان دول جزء من اسم الداله، هيطبع لي هلو عادي جدا. ماشي، ما هي الاندفايند دي مش مهم. خلي بالك انا مش محتاج اكتب كونسول لوج لان الداله ذات نفسها بتطبع. يعني احنا لو عملنا كده وقلنا له جريتنج هيطبع لي هلو اوتوماتيكي، لان الكونسول لوج احنا حاطينها جوه. سيبك من دي، احنا عندنا حاجه تانية، احنا ممكن نقول له ريتيرن رجع لنا هلو، ما تطبعهاش، رجع لنا بس هلو. فاحنا لو سيبنا الكونسول لوج زي ما كانت موجوده ومسحنا الكونسول لوج دي وقلنا له ريتيرن هلو، رجع لنا بس القيمه دي، لا تطبع بقى ولا تعمل ولا تصدعنا. واقول له كونسول لوج بقى الشيء اللي رجع لنا من الداله دي هيطبعه عادي هلو من غير الانديفايند ان شاء الله، يعني لو النت تشتغل. اهي ايه بقى ريتيرن دي وايه القوسين اللي فوق دول؟ نشرحه في مثال بسيط خالص بتاع الاد فانكشن اد. نفتح القوسين نحط جواهم 19 مثلا، سوري احنا المفروض بعد كده ننده، هحط جواهم المتغيرات اللي احنا هننده اللي احنا هنتعامل عليهم ولا ايه. انا مثلا عايز اقول له في اكس وفي واي، فانا عايز اخد منك متغيرين هعمل جواهم ايه؟ هجمعهم على بعض. هنعمل اكس زائد واي وانا هريتيرن القيمه دي، فاقول له ايه؟ ريتيرن اكس زائد واي. ريتيرن دي لو ايه؟ ده اللي ترجعه لي من الداله. ممكن نعمل كده وممكن استنوا بس، ممكن احط اكس زائد واي دي في متغير اسمه زد واقول له رجع لي بقى الزد دي، فاهمني؟ مش لازم اقول له رجع لي عمليه كامله، ممكن احطهم في متغير وايه وريتيرن. بعمل القصه دي ازاي بقى بعد كده عشان استفاد بيها؟ هقول له هات انده لي بقى الداله دي كونسول لوج عشان تطبع، عشان احنا مش طابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، كونسول لوج اهو، واطبع لي الاكس والواي. هتقول لي طب ما احط الاكس والواي زي ما هم، لا انا عايز اديله المتغير دي اديها القيمه بقى زي ما بعرف اي متغير، فاقول له 19 و5. هو اوتوماتيك هيجمعهم؟ لا، ليه؟ عشان اديته 19 و5 كده هو مش فاهم ايه دول. فهتقول لي يا مستر احط فيهم جواهم بلس. طب يا حبيبي ما خلاص، ما لو حطينا جواهم بلس ايه لازمه الداله؟ احنا عايزين الناس تدعي الداله، مش عايزين نكتب الكود اللي في الداله تاني. يعني بس عشان هنا تقدر تكتب الكود اللي في الداله انه سهل، في اوقات ما تقدرش تعمل كده. فهنقول له هنا اسم الداله اللي هو اد ونفتح القوسين بتوعنا ونرن لكده. بسم الله 5. ايوه في قوس ناقص لان احنا فتحنا قوس الكونسول لوج ده ما قفلناهوش، دول القوسين بتوع الاد. فانا معلم ران. المفروض كنت اقول لك زي الفل، بس ريتيرن هنا شفت غلطات والواحد بيكتب، بس دي حاجات المفروض تستفيد بيها بالمره. يعني انا خدت بالي دلوقتي هنا احنا متسرعين بنجري ورا بعض، يعني مش همثل عليك واقول لك والله انا كنت عامل دي غلط علشان انت تاخد بالك من الغلط لا انا ما خدتش بالي عشان احنا بنكتب بسرعه. بس انا عايزك انت الحاجات دي طالما انا غلطت فيها فانت ممكن تغلط فيها، وممكن في الكود يحطها لك كده انك تغلط فيها في الاسئله. فطالما احنا وقفنا عندها استفيد يعني بالمره، مش مشكله.
اه ريتيرن زد احنا نسينا نقول له ريتيرن زد او ما كتبناهاش يعني، او قلتها ما كتبتهاش. وفعلا لما اجي استدعي الداله هتطلع لي 24 عادي. كده احنا خلصنا الفكره بتاعت الداله. اي حاجه بقى تخش جوه الداله هنا دي انت خلاص فهمت ان هي ليها علاقه بالاف والفور وكده، وعرفت ازاي نستخدم الداله. الكود اللي جوه الداله ده اللي احنا هنشرح عليه امثله ثانيه بعد كده، من غير ما نقول لك ان ده داله. انت بعد كده يعني فاهم لما اقول لك ان في فور لوب وجواها اف ستيتمنت وعملنا كود كبير قوي، كود كبير مثلا، اقول لك انا عايز داله بقى بتعمل الكلام ده، كل اللي انت تعمله ايه؟ هتحط لي كلمه فانكشن فوق وتسميها اسم، ولو احنا بنتعامل بمتغيرات جوه هتحط لي المتغيرات دي فوق. بنتعامل بمتغير مثلا قاعدين بنجمع ونضرب عليها هتحط لي ان في متغير فوق. بنحط متغيرين بنطلبهم من اليوزر هتحط لي متغيرين. ما بنعملش متغيرات خالص، وده نادرا لان احنا لو في فانكشن كبيره فيها اف ستيتمنت فاحنا بنقيس على المتغير الاساسي بتاعنا ده، فهتعرف لي اكس وهنيجي نتعامل معاه، او الايدج او النيم او ايا كان يعني. فاللي احنا هنكتبه ده كل زياده انك هتزوده بعد كده لو حابب تستخدمه في فانكشن، انك هتكتب فانكشن واسم الفانكشن والبارامتر بتاع الفانكشن او المعامل بتاع الفانكشن اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا بنقوله فاريبل كده يعني. وفي الاخر هتريترن القيمه النهائيه اللي انت تبقى عايز تستدعيها. هتريترن بقى نص، عايز تكتب كونسول لوج ويريحك، عايز تريترن القيمه الاخيره بتاعت متغير، عايز تريترن جمع، عايز تريترن ضرب، القصه اللي انت عايزها. المهم انك تبقى فاهم المنطق الاساسي بتاع الفانكشنز وتفهم المنطق بتاع باقي الحاجات، وانت بعقلك تقدر تدمج بينهم كلهم. فهنخش بقى على الاسئله اللي متكرره معانا. نروح بقى كده على النوت باد. كان في اسئله هنا نحفظها لكم عشان متكرر جدا 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 افكارها في الامتحان التجريبي. ده مثلا زي ما هو موجود في الامتحان التجريبي. بيعمل لك ايه؟ بيعرف لك حاجتين، بيعرف لك الفيفورت فود مسميه همبرجر، وبيعرف لك اللانش منيو ومسميه سوشي. وبيجي يسالك سؤال بيقول لك لو الفيفورت فود لا يساوي دي، احنا عندنا في معامل اوبريتور اسمه نوت اللي هو ده بيعمل ايه؟ ده بيقول لك لا، يعني عكس، يعني لا يساوي. لو اللي موجود ده مثلا بترو هو بيقلبه الفولس، هي دي الفكره. فهو بيقول لك هنا ايه؟ لما بتحط قبل يساوي ده بيقول لك لا يساوي، اللي هو بيقلب اللي يساوي دي، بيقلب معناها يعني. فبيقول لك لو الفيفورت فود اللي هو هنا عندنا همبرجر لا يساوي اللانش منيو، لانش منيو اللانش منيو بيبقى اللي هو السوشي هنا سيبحث عن طعام اخر. وهل فعلا ده بيتحقق؟ هم فعلا مش بيساووا بعض. إلس هذا غذائي المفضل. فهو بيقول لك في الحاله الثانيه لو هما الاثنين بيساووا بعض بالمنطق، انت بتفهم بقى ان هما الاثنين بيساووا بعض خلاص، هي دي الحاله الوحيده اللي مش متغطيه، هيقول لك هذا غذائي المفضل. طبعا هنا هنيجي نقول هنلاقيه هيبحث عن طعام اخر. ليه؟ علشان الاثنين ما بيساووش بعض. عندنا مثال تاني برضو بيتكلم في، خلاص احنا شرحنا الاف والالس، ممكن نشوف المثال بتاع جيد وراسب ده. نفس الفكره، بيعرف لك السكور وبيعمل هنا اند اوبريتور بيتاكد ان هو بين 50 وال 80 عشان يقيمه بجيد. ممكن يقعد يزود كيسز بقى، يحط لك من 50 ل 60 مقبول، من 60 ل 70 جيد جدا، تحت 50 ضعبول، ايا كان يعني اللي محطوط لك ايه. لكن انت مهم تبقى فاهم بس اللوجيك الاساسي بتاع ان دي اند، فده معناها ان الشرطين دول يتحققوا. فلما يقول لك اكبر من 50 واصغر من 80 تفهم ان هو بين 50 و 80 او بين 50 و 60 بعد كده لما يحط لك. وعشان تحط شرط زياده عن الشرط الاولاني بتحط else if، طول ما انت قاعد بتحط شروط. وبعد كده بتحط الكونديشن اللي هي العامه بقى اللي انت مش مغطيها قبل كده، اللي بقى تحط له else. يعني احنا قاعدين بنغطي بين ال 50 وال 100، طب ما هو ممكن يحط لنا اقل من 50 مثلا، فبنقول له راسب محتاجين نغطيها برضه عامه يعني. ليه؟ علشان في فوق ال 100، فاحنا ما ينفعش نساوي بين اللي تحت 50 والفوق ال 100، اللي تحت ال 50 ساقط، فنقول لك اللي تحت ال 50 ساقط. ولكن اللي فوق ال 100 بقى نقول له ان اللي فوق ال 100 ده ايه؟ درجه غلط اصلا، او اللي بالسلب حاطط لنا درجه غلط. هنا هو حاططها عامه شويه، يقول لك ان الالس طالما هو مش بين 50 وال 80 هو ممتاز او راسب، هو سايبها لك عايمه. بس انا بقول لك انك ممكن تقعد تحط كونديشنز كتيره يعني. فاحنا شرحنا دي برضو. ايه تاني؟ الليت داي دي سهله برضو، بيسالك لو هنا بس فرق ان هي اور. تعال نشوفها كده. هنا هو بيقول لك لو اليوم الخميس او الجمعه خليه اجازه، مش لازم يبقى اليومين في بعض يعني، ما ينفعش يبقى الدي ده بيساوي خميس وجمعه في نفس الوقت، هو يوم. فعشان كده بدل ما استخدمنا الاند استخدمنا الاور. عندنا ايه تاني؟ عايزين حاجات اصعب بقى، ننزل تحت شويه. عايزين حاجات في الفور لوب الجميله بقى بتاعت اللي فيها فور واف وحاجات حلوه. دي حلوه دي، ودي حلوه، بس عايزين نغير بين الانجليش والعربي. تعالى بص، عايزين عشان ايه دول حلوين شبه بعض، دي ناخد دي ونقول حاجه اللي بتوع عربي مخصوص يعني. بص يا سيدي، او نسيب دي دلوقتي. لو احنا عرفنا array ماشي، وحطينا ده القوسين بتوعنا وقلنا له خميس بالعربي بقى، خميس
كتبت العربي على البتاع ده صعبة جدا يعني. خميس، جمعة، ماشي. هتلاقي دلوقتي واحنا بنكتب ايه اللي حصل، هتلاقي الخميس اللي احنا كاتبينها اول واحدة اتحركت يمين. فده معناه ايه؟ معناه ان العربي عندنا في الجافا سكريبت اللي موجود عندنا في المنهج، سياق من ان انت المفروض دي تتظبط يعني بطريقه او باخرى، بس هو ما بيتعملش كده. هو بيتعمل بايه؟ ان لو القيم اللي جوه الاري دي عربي، اول قيمه هي اللي على اليمين مش على الشمال، بنعد من اليمين للشمال. يعني شفتنا واحنا بنكتب، شفتنا احنا كتبنا الخميس اول واحده، بعد كده كتبنا الجمعه، بس هو اوتوماتيك لان انك عايز تكومباين بالعربي وانجلش، عايز تحط سطر هو عربي وانجلش في نفس الوقت، بيحصل مشاكل. تيجي تكتب في وورد، بتيجي تكتب في حته بتلاقي نفس المشاكل دي. بس هو هنا عالجها لك ازاي؟ قال لك اللي انت كتبته في الاول لما بيظهر العربي بيبقى اليمين بيبدا من الزيرو. يعني احنا هنا هتلاقي ايه العنصر رقم زيرو عندنا هنا؟ الخميس مش الجمعه، فاهمني؟ عكس لو انجلش، لو انجلش مثلا الري ورحنا عملنا له كده فرايداي وفرايداي مثلا، عادي ده الزيرو وده ال1، فاهم؟ بس هو احنا هنا في العربي عندنا الموضوع العكسي شويه. فبس يعني عشان ما تتلخبطش، احنا ممكن نيجي نكتب هنا مثلا، ناخد اللي احنا كتبناها ونعملها هنا ونخليها بقى ما ينفعش عربي وانجلش. يعني احنا مثلا يبقى عندنا مشكله فين؟ ان طب ما ده انا هبدا من هنا، لا ده انا هبدا من هنا. فعشان كده هو بيجيب لهم لك يا اما كلهم عربي يا اما كلهم انجلش. فاحنا هنمسح مثلا دي ونخليها موز، وهنمسح الابل دي عشان يبقى تفاح وموز وبرتقال وخوخ مثلا. حلو. فاحنا هنا عرفنا معانا حاجه هنا في التفاح، ده اشهر مثال. احنا هنقعد نشرح في ده حبه حلوين قوي، واحنا هنكمله اصلا انه في حته فاضيه. فركز معايا، المثال ده اصعب مثال جه في النموذج التجريبي، وبعديها نبقى قفلنا خلاص، لان احنا كده بقى شرحنا الفور لوب والاف ستيتمنت وكل الامثله. هو ده اخر سؤال يعني معانا، بس هنشرحه على كذا مره يعني. صلي على النبي وركز معايا. احنا اول حاجه عرفنا الاري، فسميناه مثلا فروتس، نسميه فروتس. حلو. فسميناه فروتس وجواه فواكه. احنا معانا فاكهه مفضله، مثلا عندنا الفاكهه المفضله بتاعتنا هي الموز، فنخليه دي الفيف. احنا عايزين نغير، يعني عايزين نغير في المثال بتاعنا، نخلي دي الفيفورت فروت. فالفيفورت فروت بتاعتنا تفاح، الموجوده تفاح خليها في التفاح. فانا عايز اعدي جوه الفروتس دي على واحده واحده، واول ما الاقي تفاح اطبع جمله احنا زي الفل مثلا. فكر فيها كده، احنا هنعملها ازاي؟ دايما فكر فيها بتعمل ازاي، ده انسب حل عشان تعرف تحل. قبل ما تبدا تكتب كود او قبل ما تبدا تشوف الاختيارات، شوف الترتيب المنطقي للاحداث. احنا معانا اري عايزين نعدي على كل قيمه فيه، فبنعمل ايه؟ هنعدي على كل قيمه، يبقى فور لوب، لان احنا قاعدين بنعدي فاهم، خطوه 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 خطوه. فبعد ما خلاص عدينا على خطوه خطوه خطوه، هنعملها دي ازاي؟ بالفور لوب. طب انا ازاي هعدي على كل عنصر؟ ما احنا مش احنا عشان نجيب عنصر نكتب فروتس كده مثلا ونعمل 0 او نعمل 1 او نعمل 2 او نعمل 3. فكر كده، ده اصلا الترتيب المنطقي لايه؟ ده الترتيب المنطقي للفور لوبس. احنا بنبدا من الزيرو وبنزود 1 2 3. ده الترتيب اللي بيحصل للاي جوه الداله بتاعتنا، جوه الفور لوب بتاعتنا. فبدل ما احط له الارقام دي، وانا اصلا كده كده الاي كل شويه بزودها واحد في كل عجله او في كل لفه، فما احط له كلمه اي، لان احنا اصلا عندنا اي فوق. فهقول لك احنا خلاص عرفنا الفور لوب بتاعتنا، وعرفنا امتى هنقف، اللي هو الكونديشن بتاعتنا او الشرط، طالما هو اقل من الداتا دوت لينث، او اللي هي دي هنسميها بقى فروتس، لان احنا هنا بنكتب باسم الاري بتاعنا. تقول له يا مستر انت مش قلت لي لينث ناقص واحد؟ قال لك اه يا حبيبي، بس احنا هنا قايلين اصغر من اللينث، فاحنا اصلا كده كده اوتوماتيك بننزل منه واحد. طالما اصغر احنا بنقل واحد، ان احنا هنا ايه، ما بنقلش واحد من 10 و2 من 10 وكده، احنا بنقل واحد على طول. فطالما اصغر من الفروتس مش اصغر من او يساوي، يبقى احنا مش محتاجين نحط الناقص. لو اصغر من او يساوي احنا بنحط الناقص جنب الايه، جنب اللينث. حلو. ازاي بقى نعدي عليها واحده واحده؟ موجوده هنا اهي. احنا ممكن نمسح الشرط ده خالص، واحنا عايزين نغير المثال. يعني احنا نفخناه، غيرنا كل الافكار اللي فيه، بس احنا جبنا بس المثال زي ما كان موجود عندنا في الامتحان يعني، بس عشان نشرح عليه خطوه خطوه. عندنا الاف، احنا عايزين نقول له ايه؟ احنا خلاص مش احنا قاعدين بنلف على واحده واحده، فهقول له والله لو اللي احنا بنعدي عليها اللي هي الفروتس اللي ترتيبها بنبدا 0 1 2 ايكوال الفيف. مش هكتب بقى كلمه تفاح، ما احنا معرفين المتغير بتاعنا اسمه فيف. اطبع لي بقى اي حاجه، اطبع لي هير وي جو مثلا، هير وي جو.
هل هنا هيظهر؟ عايزين بقى نعمل حاجه احلى كمان، نعمل حاجه اصيع، نقول مكانها فين. شوف بقى، شوف الصعوبه، عايزه يطبع لي مكانها فين. طب ما سهل، طب ما المكان ده هو اصلا الفلوس دوت اي. طب ما اقول له كونسول لوج فلوس دوت اي، اقول له كمان يطبع لي كونسول دوت لوج فروتس، مش دوت يعني، قصدي اللي هي القوسين بتوعنا اي. فهنعدي كده، فكر انت قبل ما نخش هتلاقي ان الفروتس اصلا التفاح هنا ده الكام بقى؟ 0 1 تفاحه اسمها تفاح. هي ليه بتعمل كده؟ استنى يا عم، هي تفاح تيجي ترن ليه؟ فين المشكلة؟ خوخ، انت مشكلتك فين يا حبيبتي؟ هنا اهي. طب ما عندي فكرة اصيع، ما نخلي دي تفاحة. هنيجي الرن بقى عادي، ظهر لنا احنا تمام، وظهر لنا ان هير وي جو احنا لقينا، ولقينا كمان ايه؟ لقينا التفاحة. هتقول لي احنا هنا ليه ما جالناش الرقم؟ لان احنا قلنا فروتس في يعني احنا عايزين العنصر اللي احنا لقيناه، يعني احنا مش عايزين الرقم. احنا لو عايزين الترتيب هنقول له اي بس. هات لي يا عم احنا في رقم كام دلوقتي؟ اقول له هات لي كونسول لوج اي اهو. اقول له الاي احنا مثلا فين هنا؟ اهو رقم واحد. هتقول لي ازاي رقم واحد المفروض رقم اتنين؟ اقول لك لا، احنا بنعد من اول اليمين يعني، فاهمني؟ بس لكن احنا عشان نكتب الفوق دي طلع عنا يعني، الشباب قصوها، بس عشان نعرف نكتب عربي جوه الانجليش بتاع الاري دي حاجه تقرف يعني. ممكن نعلي ده شويه، المثال بقى الاقوى يعني. بعد كده هشرحه تاني بالانجلش للشباب بتاعت لغات، عشان ده الفرق الوحيد يعني، الفرق الوحيد بس هنا ان احنا بدل ما الاري نحطه جوه عربي هنحطه انجلش. فبص يا سيدي، هنشيل دي كده. لا مش هنشيل دي، هنعمل حاجه احلى. احنا عايزين اول ما هنحط واحده اسمها تفاحه، واحده اسمها تفاحه ignore one، او فيرست، نسمي دي فيرست، وهنسمي دي سكند. ونلت الاول يا معلم بقى، انا اتنرفز قوي يا جدعان من اللي حصل في الاري اللي فوق ده، انتوا ما شفتوهوش يعني. سكند هنسميها موس. حلو حلو. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ احنا عايزينه يعدي على الاري اللي فوق ده. لما يقابله تفاحه او موز، اي واحده من الاتنين تقابله هيطبع لنا حاجه معينه، غير كده هيطبع لنا حاجه تانية. هقول لك حاجه برضو موجوده في الاسئله اللي كانت موجوده، كانت جايه ازاي؟ بيجي يقول لك مثلا الاوتبوت، بيطلع لك الاوتبوت ايه؟ تمام، او بلاش تمام، لا 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 تمام تمام لا لا لا. ففي هتلاقي ان في حالتين حصل فيهم تمام. ده معناه ايه؟ ان هو بيدور على الحالتين دول. ما هو احنا خلي بالك الاف والاف ايلس وكده، والشروط اللي محطوطه انت لازم تحط شرطين بس، او يعني اللي موجود عندك شرطين بس. فانت ايه؟ انت طالما في حاجه متكرره مرتين يبقى هو ده اللي موجوده في الشروط. فهتروح تشوف ايه الحاجتين اللي موجودين بترتيبهم دول، وهنيجي نسال عنهم. يعني ايه؟ هقول لك عشان الكلام هيبان معقد. انا مثلا عندي اري، يعني عشان بنكتب عربي ماشي، في 5 و6، في 5 و6 و9 و22 و18 مثلا، وهو طبع لي لا لا يس يس لا. هنا ايه اللي متكرر مرتين بس؟ الياس والياس مرتين، لان انا صعب بسال على الثلاثه دول، فانا الطبيعي اللي انا بقيسه هو ياسين دول. فيبقى بالمنطق كده الشرط بيقول ايه؟ بيقول لو الرقم ظهر لي تالت واحده بقى اللي هي ايه؟ 9 او 22، اطبع لي ياس. فهمت احنا بنحسبها ازاي؟ ما لان الياس هي اللي مكرره مرتين، فهنيجي نشوف الياس دي اتحققت امتى؟ عند ال 9 ولا 22. فبفهم ان الكود اصلا كان بيقول لي لو 9 او 22 اعمل لي كذا. هنيجي احنا بقى نكتب الكود دلوقتي عشان تفهم ده اتعمل ازاي. نكتب الكود بقى مش لدي، للحالات التانية اللي عندنا دلوقتي بالعربي، وبعد كده بالانجلش. حلو. صلي على النبي وركز معايا. احنا خلاص عرفنا ان الاولانيه تفاحه وموز، فالتفاحه والموز دي هي بتقع واقع ايه؟ واقع اللي احنا لسه كنا بنقول عليهم 9 و22. هم دول اللي لما يجوا هنقول له اوكي، غير كده اطبع لنا نوت اوكي مثلا. فتعال هنعملها ازاي؟ هنكتب شرطين بقى، يا دي يا دي. احنا بنعدي على واحده واحده، وبنشوف هل العنصر ده تفاحه او العنصر ده موز.
فالشرط مش لازم الاثنين يتحققوا، اور فاهمني مش اند. فهنيجي جوه الاف هنا هنقول اف الفلوت اي اللي احنا بنعدي عليها دي ايكوال فيرست اور، نعملها كده نفس الفروت، هي فروتس صح مش فروتس عشان بس اي، ما احنا قلنا خلاص عرفنا احنا بنعدي التكرار بالاي. ايكوال سكند هكونسول لوج هير وي جو يا عم مش مشكله. حلو احنا كده خلصنا الاف الاولانيه اللي جوه الفور لوب. نخرج من الاف دي بقى ونحط جواه نحط واحده ايلس، لان في حاجه ثانيه ممكن الكلام ده ممكن ما يتحققش. فهقول له ايلس ونفتح القوسين بتوعنا console دوت لوج نا، وعلى الرن هتلاقي عندنا نا واحده اللي هي اول واحده لانها مش تفاحه وموز اللي هي الخوخ، بعد كده تفاحه هير وي جو، الموز هير وي جو، البرتقال لا مش تبع اللي احنا اخترناه. نيجي نعمل ده بقى بالانجلش واسهل لنا بكتير يعني. عامه شباب عربي انتوا كده زي الفل فهمتوا كل اللي حصل، بس ما تخرجوش ليه عشان الاري ممكن احط لكم فيه قيم بالانجلش عادي. فاحنا بس هنجرب مثال تاني ونفس الشرح يعني احنا كل ده بنتعامل بالانجلش، فهنغير بس العربي هنخليه انجلش، وهنعد بدل ما نعد من اليمين هنعد من الشمال. نمسح الكود ده كده اهو. تعالى يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط مثلا عايزين نغير بقى الفواكه دي، نحط اسامي احمد يوسف ندى، هنكتب اسامي بنات بقى ندى مثلا وسارة اي حاجة بقى وعمر ماشي. ف بالنسبة دي اسامي سبحان الله اسامي عيلتنا يعني، اول حاجة جت في دماغي اسامي شباب ما عدا سارة. استنى نشيل سارة دي نحط اي حاجة ما يبقوا فاهمين بقى. المهم يعني احنا دلوقتي حطينا الفروتس وكتبنا فيها العناصر بتاعتنا، حطينا الاسامي يعني اللي موجودين عندنا. فاحنا قلنا نسميهم فروتس مش هنسميهم فروتس نسميهم نيمز. فعرفنا النيمز، عايزين نعرف الفيرست والسكند اللي احنا لما يجوا عندهم هنقول اوكي. تعالى مثلا نيجي عند اسامي البنات ونشيل نحط هنا مثلا ندى، ونحط هنا ريهام مثلا. فهقول له ايه بقى، هقول له لو ال names دوت اي او equal اي دي اللي مش عايز بقى مش عارف اسميها لكم ايه يعني، بس النيمز لو العنصر بتاع الاي في النيمز بيساوي الفيرست او بيساوي السكند بنعمل ايه يا سيدي؟ بنقول له هير وي جو او لا كانسل. احنا عايزين مثلا نكنسل، غير بقى الكلام اللي بيتبع كانسل، وغير كده هنقول اوكي على الباقيين. فهتفكر معايا هتلاقي فيه اوكي كانسل اوكي اهو. ليه تاني؟ عشان حاطين هنا فروتس دوت لينث. لما بيجي ندور لف على اللوب بنلف على الاري بتاعنا، احنا المفروض نكتب اسم الاري، نسيت اغيره هنا عشان بنغير اسمه. هنرن ايه بقى التكات اللي هو بيغيرها لك؟ خلي بالك احنا بنعمل حاجه غلط هنفكر بص فيها بعدين. دي ندى ورهام ماشي، ادي اول غلطه ممكن يعملها لك، ان هو هنا يخلي لك حرف كابيتال وهو موجود هنا سمول. فهنا احنا كاتبين ندى كابيتال لا هي سمول موجود عندنا في الاري سمول، فلازم تبقى هنا سمول عشان يقدر يفهم ان هي لان عندنا الجافا سكريبت كي سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني هي اللهم صل على النبي، الكابيتال غير السمول بيفرقوا عن بعض يعني. فاول حاجه هنا شفنا الكابيتال قد الكابيتال والسمول قد السمول لازم يبقوا بيساوي بعض. فهتيجي ترن هي هنا بقى هيختلف، هيلاقي كانسل عادي انه لا ان الرهام دي بتساوي الرهام دي، هو مش بيحسب معنى، لا هو لازم يلاقي الحرف ده نفسه هو الحرف ده اذا كان كابيتال او سمول. تلاقي هنا الفرق بس ايه ان هو بدا من الشمال ما بداش من اليمين يعني، ما عملكش اوكي بعد كده كانسل لا احنا بدانا من الشمال عادي بالترتيب الطبيعي بتاعنا. وقلنا اول غلطتين اسم الاري ممكن يبقى مختلف، الكابيتال والسمول ممكن تبقى مختلفه. هنا بيستهبل معاك وبيحط لك هنا اف بدل 4 بحيث انك تتلخبط ويحط لك هنا 4 مثلا، دي كانت موجوده برده في المشاكل اللي موجوده في السؤال ده. وحاجه كمان اللهم صل على النبي كان ما بدل ما بيحط لك العلامه دي كان بيحط لك دي بدل الفاصله المنقوطه دي بيحط لك فاصله عاديه. وحاجه كمان في الطباعه كان بيجي عشان يطبع لك كذا جمله
بدل ما يجي يكتب لك اوكي مثلا، عايزين نعمل حاجه، هنقول مثلا اوكي ذا نيم از كذا، فهنقول له اوكي ذا، او نخليها جمله كامله، اوكي ذا نيم از، ونقفل دي وهنحط له زائد ونحط له اسم النيم بقى اللي ظاهر لنا. هنحط له ازاي؟ هنكتب نيمز، لان هو احنا دلوقتي في الاسم بتاعه احنا لقيناه خلاص، فهنحط الترتيب بتاعه فيكتب لي الاسم. الفكره مش في كده، انت فاهم دي، انا عارف انك فاهم دي وشرحناها كذا مره قبل كده. الفكره ان هو اوقات ما بيحطش البلس اللي هنا دي، فركز جدا في الاختيارات. هنا يطلع لنا ايرور لما نيجي ران، عكس لما نحط البلس مكانها. بس نجرب دي اخر حاجه، نجربها هيظهر لنا حاجه تاني. تمام احنا زي الفل، وكتب لك النيم از ريهام، عكس لو شلت مثلا دي ريهام از عمر يا احمد يوسف، ظهر لك خلاص الايه اسامي، وامتى بنكنسل وامتى بنكنسلش، خلاص ظهر لنا كل حاجه يعني. فعكس زي ما قلت لك لو شلنا دي كان الدنيا هتبوظ مننا. احنا كده خلاص فهمنا الافكار وفهمنا المشاكل وفهمنا امتى بيتك على افكار وامتى بيعدي لك الدنيا، ايه التريكات اللي موجوده، وجبنا امثله شبه الامثله اللي موجوده في الامتحان تجريبي. ما جبناش امتحان تجريبي بالظبط، وكده كده زمايلنا يعني حلوا امتحان تجريبي ده من زمان. اي حد عنده اي سؤال يبعت لنا على جروب الواتساب او على الرقم البرايفت، كل اللينكات اللي موجوده دي هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. سلام.